أنا عبد الرحمن حسنين، مهندس اتصالات ومتخصص ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني. هنا وعي رقمي عملي يحمي شغلك وحساباتك بمصادر رسمية. كل حلقة خطوة تتنفذ في 10 دقايق. يلا نبدأ. كتير مننا أول ما يسمع كلمة VPN على طول بيحس بالأمان، كأن خلاص كده لبسنا الدرع الخفي اللي هيحمينا من أي خطر على الإنترنت. بس يا ترى الدرع ده بجد صلب ومنيع ولا هو مجرد وهم إحنا اللي صدقناه؟ النهاردة هنكشف مع بعض حقيقة ممكن تكون صادمة شوية عن عالم الحماية الرقمية. وعشان نفهم الموضوع أكتر، خلونا نبدأ بقصة حقيقية. تخيلوا معايا واحد كان فاكر إنه محمي تماماً بالVPN بتاعه، كان بيدخل على أماكن مش أي حد يدخلها في الإنترنت زي الإنترنت المظلم أو الدارك ويب، وهو مطمن ومتأكد إنه متخفي. لكن الكارثة حصلت لما اكتشف إن بياناته الشخصية وأرقامه وكل تفاصيله معروضة للبيع على نفس الأماكن اللي كان فاكر إنه مستخبي فيها. طيب القصة دي بتوصلنا لنقطة مهمة جدا. أغلب اللي احنا نعرفه عن الVPN هو للأسف مجرد خرافات تسويقية. يلا بينا ندخل في صلب الموضوع ونكسر أشهر 3 خرافات منتشرة عنه. بس قبل ما نكسر الخرافات دي، خلينا نتفق على تعريف بسيط جدا. ال VPN ده ببساطة عبارة عن أداة بتعمل زي نفق سري ومشفر بين جهازك وبين الإنترنت. مهمته الأساسية إنه يغير عنوانك الرقمي اللي هو ال IP، فالمواقع اللي بندخل عليها ما تقدرش تعرف مكاننا الحقيقي فين. ودي بقى أكبر وأشهر خرافة، إن ال VPN بيحميك 100%. الكلام ده مش حقيقي خالص. ال VPN بيحمي نفق الاتصال وبس، يعني بيمنع أي حد يتجسس على الداتا وهي ماشية في طريقها. لكن لو الجهاز نفسه اتصاب بفيروس أو حد داس على لينك تصيد فيشنج، ال VPN مش هيعمل أي حاجة. الحماية هنا على الطريق مش على العربية نفسها. تاني خرافة هي فكرة إننا بنبقى أشباح ومحدش شايفنا. أيوة، صحيح المواقع اللي بنزورها مش بتشوف ال IP الحقيقي بتاعنا، لكن في طرف تالت شايف كل حاجة، وهي شركة ال VPN نفسها. بعض الشركات دي وخصوصا المجانية بتحتفظ بسجلات لكل تحركاتنا، يعني الخصوصية مش دايما مضمونة زي ما بنتخيل. أما بقى الخرافة الثالثة واللي كتير بيقع فيها، هي إن ال VPN بيسرع النت. الحقيقة إن اللي بيحصل في أغلب الحالات هو العكس تماما. تخيل إن بياناتك بدل ما تمشي في طريق مباشر بتضطر تاخد لفة طويلة عشان تعدي على سيرفر ال VPN الأول. اللفة الزيادة دي طبيعي جدا إنها تسبب بطء في الاتصال مش سرعة. وهنا بقى نوصل للنقطة الأخطر، السؤال المهم: خدمات ال VPN اللي ببلاش دي بتكسب فلوس منين؟ للأسف الإجابة إن كتير منها بيكسب عن طريق بيع بيانات المستخدمين. نفس البيانات اللي المفروض إنهم بيحموها لنا. يعني الأداة اللي بنستخدمها عشان نحافظ على خصوصيتنا ممكن تكون هي نفسها اللي بتبيعها. طيب سؤال منطقي، لما البيانات دي بتتسرق أو بتتباع بتروح فين؟ الإجابة بتودينا لمكان خفي وخطير جدا على الإنترنت: الجانب المظلم. الدارك ويب ده جزء من الإنترنت مش هتلاقيه على جوجل ولا أي محرك بحث عادي، لازم له برامج معينة عشان نوصل له. وللأسف المكان ده مع الوقت اتحول لسوق سودا ضخمة لكل حاجة ممكن نتخيلها، وكل حاجة ممنوعة أو غير قانونية. وهنا بقى الصورة الكاملة للمخاطر بتبان. على الدارك ويب ممكن نلاقي بيانات شخصية مسروقة بالمليون معروضة للبيع، أرقام كروت بنكية، خدمات تأجير هاكرز، برامج فيروسات، وكل ما هو غير شرعي. بيانات صاحبنا اللي في أول القصة غالباً انتهى بيها المطاف هنا. بعد كل التحذيرات والكلام اللي يوتر ده، السؤال الطبيعي هو: هل في أمل؟ طب إزاي ممكن نحمي نفسنا بجد بعيداً عن أي أوهام تسويقية؟ إزاي نبني درع حماية حقيقي؟ الإجابة هي إن الحماية الحقيقية مش بتعتمد على أداة واحدة سحرية، لا، هي بتعتمد على منظومة متكاملة، والمنظومة دي بتتكون من خطوات عملية مترابطة. خلينا نشوف مع بعض إزاي ممكن نبني الدرع ده. دراع الحماية الحقيقي ده بيتكون من 4 طبقات أساسية. أولاً، لو هنستخدم VPN لازم يكون خدمة مدفوعة موثوقة وليها سمعة كويسة. ثانياً، تفعيل المصادقة الثنائية أو ال 2FA على كل حساباتنا، ودي يمكن أهم خطوة أمان ممكن ناخدها. ثالثاً، التحديث المستمر لكل البرامج عشان نسد أي ثغرات أمنية ممكن تظهر. وأخيراً، لازم نراقب بياناتنا بشكل دوري عشان نعرف لو حصل أي تسريب ليها. وفي النهاية الخلاصة بسيطة وواضحة: ال VPN هو مجرد أداة واحدة في صندوق أدوات كبير. الأمان الحقيقي مش بيجي من برنامج بننزله خلاص، لكن من وعينا ومن عاداتنا اليومية على الإنترنت. الحماية دي رحلة مستمرة من الحرص والتعلم، مش مجرد ضغطة زرار. وقبل ما نختم، ده يخلينا نسأل نفسنا: كم واحد فينا كان بيستخدم VPN وهو فاكر إنه بيوفر له حماية كاملة؟ الحقيقة دي ممكن تغير نظرتنا كلنا لموضوع الأمان على الإنترنت.
استنونا المرة الجاية عشان نكتشف مع بعض إزاي ممكن نحمي نفسنا من الاختراق في دقيقة واحدة بس كل يوم. لو الحلقة فادتك ادعي لنا بخير وادعي الوالدي بالرحمة. اكتب سؤالك أو الموضوع اللي نفسك نقطيه تحت. المصادر والخطوات في الوصف. اشترك وفعل الجرس ونشوفك في الحلقة الجاية.